لك يا ناس يا مسلمين استيقظوا استيقظوا. لك يا أخي والله العظيم أن نحن في غفلة، الناس سكارى سكارى. يا شباب متى تغضبون؟ متى تغضبون؟ متى تستيقظون؟ إلى متى تبقى في غيك ولهوك ولعبك؟ المرحلة الآن تحتاج منا الرجوع إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ماذا قال بعدها؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما قال ارقصوا وغنوا والعبوا، قال اثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون. علينا أن نرجع إلى الله، لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه. إذا توكلنا عليه نصرنا وفرج عنا. أما إذا بقينا على ما نحن فيه فوالله إن القادم أعظم. هذه سنة الله، لا تحابي أحد، لا تحابي أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالإبهام وبالتي تليها. فقالت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ وعم تتكلم شو ايمت بوقت النبي صلى الله عليه وسلم وبزماننا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، وما أكثر الخبث اليوم. قليل من هم ثابتون على الإسلام اليوم، قليل من يثبتون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، قليلة. يا ناس استيقظوا يا ناس، الدنيا ستنتهي، سنموت. الله ليس بحاجتك ولا بحاجتك.